أنا عايزة أكون صريحة معاكم يعني في الفيديو ده، وإن فعلًا إن لمّا الراجل بيسيب مراته ويسافر ده مش حاجة سهلة على نفسية الست، يعني ما أقدرش أقول دي حاجة عادية وهو مسافر عشان أكل عيشه، وأنا عارفة مسافر عشان أكل عيشه وكل حاجة، بس في ست هنا تعبانة، في ست متألمة، في ست حاسة بفراغ عاطفي، في ست عندها احتياجات، في ست محتاجة حد يطبطب عليها آخر النهار، محتاجة تفضفض مع جوزها، تقول له إن أنا متألمة، إن أنا موجوعة، أصل العيال تعبوني، عندها احتياج لده، هتعمله ده إزاي؟ ففكرة غياب الزوج للسفر عشان أكل العيش، إحنا بنحترم فعلًا أكل العيش وكل حاجة، لكن هي فكرة مضرة للراجل أكتر ما مضرة للست على فكرة، لأن هو مع الوقت هو بيتنسي جوه العيلة، يعني الولاد بينسوه، مش بيبقى له دور، حتى لما بيرجع بقى في أجازات هو بيبقى الولاد مش طايقين منه كلمة، وأنت إيه جاي في أجازة جاي تقول لنا اعملوا ما تعملوش، فهو بعد شوية هو بيحس بالغربة وسط بيته وولاده بيحسوا بالغربة معاه. فالأب فعلا هو خسران خسارة كبيرة إن هو مش عايش مع عيلته. في ستات بتقدر وتكمل وتقول لك عادي أنا أقدر أكمل وإيه المشكلة عشان أكل العيش وعلشان المصاريف، هي أولوياتها مختلفة أو هي حاسة إن هي عندها قدرات تقدر تكمل حياة من غير جوزها، وفي ستات تاني لأ، وده عادي وده احتياج طبيعي ان جوزها يكون موجود معاها وده حقها صراحه. فانت كزوج يعني وكل ست وكل زوجين يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، احنا نرتب حياتنا ازاي. اوقات احنا بنبقى بس مصاريف الحياه غاليه قوي او احنا محطوطين في ليفل عالي شويه، فاحنا ممكن نقعد مع بعض ونتفق على حاجات ان احنا نقللها من حياتنا. انا عن نفسي انا عملت كده انا وجوزي في وقت من الاوقات، هو كان هيسافر وانا كنت رافضه الفكره وقلت له لا تعال نقعد مع بعض وهنتنازل عن 1 2 3 مش هنعملهم ونوفر من الفلوس وتقعد معانا، لان انا محتاجه ان انت تبقى جنبي وولادك محتاجين اب. فهو لما قعدنا مع بعض ورتبنا حياتنا من اول وجديد كملنا مع بعض. مرينا بشويه صعوبات ماديه بس ده كان احسن بالنسبه لي بكتير، وانا كنت مفهماه ان انا راضيه لان انا فعلا كنت راضيه. فلما الست بتقنع جوزها ان هي راضيه بالحياه بالبسيطه او بمصاريف معينه بس وجوده مهم، هو احيانا في بعض الرجاله فعلا بتقتنع لان الغربه نفسها تقيله عليهم مش حاجه سهله يعني. فمع كلامك معاه انك انت يا تروحي له تعيشي معاه في المكان اللي هو فيه، يا هو يرجع ونقلل مصاريف البيت شويه او نحاول نتعايش مع الظروف اللي احنا عايشين فيها زينا زي بيوت كتيره في مصر او في اي دوله تانية وعايشين مع بعض في نفس البلد، يبقى احنا كده ماشيين في الحته الصح. لكن انت بعد الزوج عن الزوجه بيعرضها مثلا زي ما احنا شفنا في الفيديو لرسائل مثلا من رجاله تحاول ان هي تتكلم معاها وتحاول ان هي تقرب منها في وقت عارفين ان جوزها مش موجود، فانت برضو مراتك دي مسؤوليتك ان هي كده بتبقى عرضه لمشاكل كتيره. فاقعدوا مع بعض يا جماعه واتكلموا وحلوا المشكله دي، بجد اشجعكم جدا عليها واشجعك تفكريه بمسؤولياته كأب، واشجعك تفكريه ان هو اولاده محتاجه له. يعني في رجاله غايب عنها فهم دورها مع اولادها، هي فاهمه ان الام هي اللي بتربي، فانت لو قعدتي معاه وفهمتيه اهميه دور الاب يمكن ده يشجعه اكتر. ممكن كمان تدخلي ناس، يعني اوقات الرجاله لما تسمع من كذا حد تاني ده بيساعدها تفكر وتعيد تفكير في الامور تاني. فانا اشجعك لو انت بتمر بده وانت مش قادره على بعد جوزك عنك، دخلي ناس تتكلم معاه علشان هو يقدر يشوف الموضوع من كذا جانب، ويمكن ده يساعده ان هو يرجع ويعيش معاكي. فاحنا قدامنا حل من الاثنين، يعني نروح له المكان اللي هو فيه ونعيش مع بعض كبيت، يا هو يرجع تاني بيته وتعيشوا مع بعض كأسرة. لكن الوضع ده انا عارفه ان هو مؤلم وصعب على ستات كتيره، فما تستحمليش. لو انت متألمه ما تستحمليش الألم اكتر من كده، وتكلمي مع جوزك وفهميه احتياجك واحتياج اولادك، وعشان الامور تتحط في الحته بتاعتها الصح.